في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن مع الأستاذ صلاح الدين المستاوي. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. سورة الكوثر مكية، وهي 3 آيات قصيرة كلماتها قصيرة، وهي في بلاغتها وعمق معانيها تعبر عن بعض ما خص به الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه ورسوله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ففي صور عديدة وفي آيات كثيرة أعلى الله قدر نبيه وبين منزلته الرفيعة وشأنه العظيم والمكانة التي خصه بها. وكذلك ففي سورة الكوثر مثلا التي نحن بصدد بيان معانيها والضحى والانشراح جانب مما ذكرناه من التعظيم ورفع المنزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك آيات عديدة وقف عندها علماء الإسلام قديما وحديثا، وكانت منطلقا لما دونوه وألفوه في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذه السيرة العطرة المليئة بالعبر والمواعظ والدروس، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السيد الكامل، وهو الرحمة المهداة، وهو الموعظة المجسمة، وهو العروة الوثقى، وهو الصراط المستقيم، وهو النور. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قلنا وهو الأسوة، كما جاء في قوله تعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وكما قال في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إنه عليه الصلاة والسلام رحمة الله بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو العطاء الكثير. وقد أورد القرطبي في تفسيره لهذه الآية 16 قولا، منها نورد بعضها: الكوثر نهر في الجنة. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. والثاني: الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرمنا الله أن نرده وأن نسقى بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكريمة منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب. إذن الكوثر حوض للنبي صلى الله عليه وسلم في الموقف قاله عطاء. وفي صحيح مسلم عن أنس: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر
وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد علي أمتي يوم القيامة آتانيه جل وعلا. وقيل الكوثر هو النبوة والكتاب، وقيل القرآن، وقيل الإسلام، وقيل تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، وقيل كثرة الأصحاب والأمة والأشياع، وقيل الإيثار، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور في قلبك، وقيل الشفاعة، وقيل معجزات الرب، وقيل هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل الفقه في الدين، وقيل الصلوات الخمس، وقيل هو العظيم من الأمر. أورد القرطبي كل هذه الأقوال، ولكنه رجح من هذه الأقوال الأول والثاني: نهر في الجنة وحوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف. ليس كل ذلك بالكثير في حق من أعلى الله ذكره ورفع منزلته، ومن وعده الله بأن يعطيه ما يرضيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، فصل لربك وانحر. إما الصلاة المفروضة أو صلاة العيد، حيث يكون النحر بعد الصلاة. قال محمد بن كعب القرظي: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن ناسا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله، وقد أعطيناك الكوثر فلا تكن صلاتك ولا تتحرك إلا لله. قال ابن عربي: والذي عندي أنه أراد اعبد ربك وانحر له، فلا يكن عملك إلا لمن خصك بالكوثر. وهذا الفهم العميق من ابن العربي يتناسب مع عموم اللفظ في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، إذ فيه دعوة إلى إخلاص العمل وتمحيصه لله سبحانه وتعالى، القائل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهو سبحانه وتعالى أغنى الشركاء، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وهذا الأمر من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فصل لربك وانحر، هو تشريف له، وهو لنا معاشر المؤمنين المسلمين تكليف بأن نخلص له كل أعمالنا لنستحق ثوابه وجزاءه وعطاءه وتكرمه علينا. إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبغض، هو من يبغض، هو المبغض، والأبتر هو من مات بنوه وبقيت بناته. وقيل إن العاص بن وائل وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقال له جمع من صناديد قريش: مع من كنت واقفا؟ قال: مع ذلك الأبتر. وكان قد توفي قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من خديجة، فأنزل الله جل شأنه: إن شانئك هو الأبتر، أي المقطوع ذكره من خير الدنيا والآخرة. والأبتر من الرجال الذي لا ولد له فلا يذكر بعد موته، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يبق له من بعده أبناء ذكور، فأبناء الأنبياء أنبياء، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولكن ذكره عليه الصلاة والسلام باق ما بقيت السماوات والأرض، وما نطق بالشهادتين مؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أوجب الله على عباده عندما يذكر اسمه أن يصلوا عليه. يقول جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا يزال اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال اسمه رفيعا، ولا يزال ذكره متصلا، ولا يزال أبتر. كل من يستنقصه أو يبغضه لا يزال مذموما، وسيرد مدحورا، ويعبى الله إلا أن يسعر لحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد
للذين يستنقصون وينقصون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعظمونه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن. في رحاب القرآن مع الأستاذ صلاح الدين المستاوي.